له أين أنت يا حبيبي؟ قال أنا في الجنة يا أمي. بيجري في الجنة وأنتظرك يا أمي، أنا مستنيكي. رسالة من أهل مصر إلى أهل غزة المباركين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصب عليكم برد الرضا صبا صبا، اللهم أمين يا رب العالمين. أنا عايز أقول لأهل غزة لا تنكسروا أبدا، لا تنكسروا ولا تحزنوا ولا تهنوا أبدا، ولكن أبشروا. بعض الناس بيبص لي إزاي يا عم الشيخ؟ أنت مش شايف اللي بيحصل؟ هو أنت ينفع تقول لهم أبشروا؟ أنت مش شايف الناس عمالة تقتل والقصف والمنازل؟ أنا بقول لك أهو، أنا بقولها بقلب جامد، أبشروا أبشروا في وسط هذه المهالك وتحت هذا القصف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة دي. افتح لي قلبك واسمع أجمل ما ستسمع في مشوار حياتك، عشان كلمة أبشروا دي بقى. بعد أحد سيدنا جابر بن عبد الله قاعد كده منكسر، وهذا شأن كثير من إخواننا، مات إخوانهم وأبناؤهم وآباؤهم فقاعدين منكسرين زي سيدنا جابر بالضبط. سيدنا جابر أبوه مات، قتل، استشهد. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم معدي كده فشاف سيدنا جابر مكسور صعبة جدا، فقال له يا سلام، قال له ما لي أراك منكسرا يا جابر؟ انت قاعد مكسور وحزين ليه كده يا حبيبي؟ ليه مغموم ليه؟ قال له قتل أبي يا رسول الله، استشهد أبي يا رسول. وبالمناسبة انت عارف سيدنا جابر أبوه ساب له كم بنت؟ إخوات سيدنا جابر 7 بنات. ما هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال له تزوجت يا جابر؟ بعدها بقى قال له تزوجت يا رسول. قال له بكر أم سيب؟ قال سيب يا رسول الله. قال هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قال له إن أبي ترك لي 7 بنات، ما ينفعش أجيب لهم واحدة بكر بقى، عايز أجيب لهم واحدة ثيب تكون إنسانة عاقلة. وما بقولش إن البكر مش عاقلة، لا، الثيب برضه كبيرة في السن وعندها حكمة وخبرة. فرح النبي صلى الله عليه وسلم باختياره. المهم قال له ما لي أراك منكسرا يا جابر؟ قال قتل أبي يا رسول الله، استشهد أبي يا رسول الله. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ شوف، أبوه مات سايب له 7 بنات، قال له إيه؟ قال له يا جابر ألا أبشرك؟ إزاي يا رسول الله تبشره بإيه بس؟ شوف الابتلاء اللي عنده. ما أنا بقول لك ديننا مليء بالبشريات. قال له ألا أبشرك يا جابر بما لقى الله به أباك؟ أنت عارف المقابلة بتاعت رب العالمين وأبيك كانت إزاي؟ قال له بلى يا رسول الله، بشرني. إيه اللي حصل؟ قال له ما كلم الله عز وجل أحدا من عباده إلا من وراء حجابه إلا أباك يا جابر. الله عز وجل كلمه بدون حجاب كفاحا، فقال رب العالمين لأبيك يا جابر تمن علي يا عبدي. أصبح إن في حوار بين ربنا الغفار وبين عبد من عباده. سيدنا جابر بقى مش يقول له ليه يا رب خرجتني من الدنيا متقطع كده، متقطع حتت، أخرج من الدنيا متقطع حتت كده رقبتي طايرة لا لا لا. تعرف قال له إيه؟ يا سلام، قال له أتمنى يا رب؟ قال أتمنى علي يا عبد. قال أتمنى أن أرجع إلى الدنيا وأقتل فيك مرة ثانية. إيه الجمال ده؟ ليه سيدنا جابر بيقول كده؟ لما رآه من الأجر العظيم الكبير. ونزلت الآيات الجميلة ولا تحسبن التانية بقى، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله إيه؟ أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون. الله أكبر. فأنا عايز أقول لك أجمل موت على وجه الأرض إن الإنسان يموت شهيدا في سبيل الله. أنت عارف اللي يموت في شهيد في سبيل الله؟ تعرف الدم اللي احنا بنشوفه ده؟ تلاقي مثلا حد شايلينه والدم يتساقط. أنا ببص للدم كده وافتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنت لازم يبقى عندك علم بالحاجات دي عشان تفرح بدينك. أول نقطة دم بتخرج من الشهيد بيحصل شوية حاجات كده. أول حاجة بتحصل يغفر له كل ذنوبه، كل ذنوبه تخرج وتكفر مع أول نقطة دم من دم الشهيد. ويجار من عذاب القبر وفتنة القبر، يجار، مالوش بقى كلام ده خالص.
ويؤمن يوم الفزع الأكبر في أرض المحشر، ويوضع على رأسه تاج الوقار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر. ويزوج ب73 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. أنا مرة بقول الحديث ده، كان الشيخ بتاعي قاعد جنبي فبيقول لي بيقول لي يا شيخ أحمد كلهم في النار. قلت له إيه ده؟ قال لي 70 في بعض الروايات. كلهم في النار؟ كل أقارب الراجل ده في النار، وهو يخرج 70 من النار دخلهم الجنة. كل ده ليه؟ خرج من الدنيا شهيدا. الله أكبر. فالإنسان لا يحزن على الشهادة، أنت يحزن على نفسك أنت. لذلك سل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الشهادة، ولو تقبل الله عز وجل دعاءك لرزقك الشهادة وأنت على فراشك. ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يا سلام. أم من الأمهات في غزة، ابنها بيجري قدامها كده يهرب من قذيفة، البيت هيقع فوق الطفل ده، المهم يركض أمامها. قدر الله عز وجل أن يصاب هذا الطفل ويموت أمامها. صعبة جدا. طفل مات أمام أمه. ما ترجع البيت ابحث عن الواقع دي. انفلق كبدها وكسر قلبها وأخذت تبكي، كادت أن تموت من البكاء. ناس صبروها. خلي بالك برضو الناس هناك غير هنا، متعودين ومتربيين على كده. انت عارف انا شفت طفل بيشد اخاه من تحت الانقاض، صاحبه ده مات ميت، هو بيشده كده بعد ما خرجه شاله ووداه بقى عشان ايه؟ عشان يدفن. ابص للطفل اللي ما بيعيطش ولا حاجه، متعود. الله عز وجل صبر قلوبهم وثبتهم على ما هم فيه، رب العالمين سبحانه وتعالى. المهم اخذوا هذه الام واخذوا يصبروها. المهم لما ذهبت وباتت في أول ليلة رأت ولدها في المنام. والله زي ما بقول لك كده، شافته بيجري برضه. يعني هو آخر مشهد في الدنيا شافته هو بيجري قدامها. المهم نامت شافته هو بيجري برضه. فالمهم بتقول له أين أنت يا حبيبي؟ قال أنا في الجنة يا أمي. بيجري في الجنة. وأنتظرك يا أمي، أنا مستنيكي، أنا في الجنة يا أمي. أنت عارفة قالت له إيه بقى؟ شوف السؤال. قالت له طب ما بال الألم والوجع؟ انت لما القذيفة دي نزلت عليك انت كنت حاسس بايه؟ قال والله يا امي كانت مثل القرصة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال الشهيد يجد مس القتل كما يجد احدكم مس القرصة. حاجة بس بسيطة كده. لنا رب في السماء، رب رحيم، رب لطيف بعباده، حكيم يضع الأشياء مواضعها. فأجلس قلبك على كرسيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا في رب العالمين حسن الظن، اللهم أمين، وأن يرحم الشهداء وأن يثبت من بقي.